مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا بكم. اليوم نحكي لكم قصة صارت بمدينة بغداد بالعراق. كان هناك صحن طائر جاي من الفضاء، يفتر بالفضاء يفتر، فخلص الوقود مالته، خلص البنزين، فما لقى مكان إلا ينزل ببغداد، وتحديدا نزل بشارع الرشيد. وراح نشوف الصار ويا ذول المخلوقات الفضائية اللي نزلوا ببغداد. الو 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 اجب الو. يا ستار، هاي شنو المدينة المتربة؟ شو الناس بيها مصفرة وجوههم؟ سترك يا ربي، شنو السالفة؟ احنا وين؟ هاي شنو المدينة منين؟ رجال الفضاء استغربوا من الوضعية ومن الشارع اللي نزلوا بيه. شافوا الناس وجوههم صفرة، قبل كانت الناس على فطرتها وتعبانين بمدينة بغداد القديمة، وجوههم شوية صفرة. فاستغربوا دول رجال الفضاء، فقال لك هاي شنو المدينة؟ لونها ترابي، تعرفون البنايات القديمة لونها مثل الطين والتراب. فاستغربوا، فيشوفون الناس يباوعون عليهم، يعني يتفرجون عليهم باستغراب. فدا يسألون هاي المدينة شنو؟ منين هاي المدينة؟ يا اهلا وسهلا عمي، انت بمدينة بغداد، وراك هذا جامع الحيدر خانة، وهذا فرع مال المتنبي. ناس تباوع عليكم، انتم منين؟ انتم شنو هاي ملابسكم عبالك قنافذ؟ نرحب بكم وانتم ضيوف عندي. انا الشيخ حمد الله مختار محلة باب المعظم. يلا يلا وياي للبيت وتدللون. بنزين نعطيكم، بس لازم نحفر بير ونطلع منه البنزين. يلا تفضلوا وياي للبيت. عمي خلى خابر القيادة العامة للفضاء يقبلون لو ما يقبلون، احنا مو بكيفنا نتصرف. ايش عبالك لعب شعاب؟ لابس لي مكسي وتهنبل علينا؟ ريض شوية واستكشن يا عمي. خاب انت ابو بنطلون المبزلك، شنك ديك مبلل. قلت لك انا اعطيكم بنزين، لا تبقى بالشارع والناس تباوع عليكم. امشي يلا وخلصني، انا مختار المحلة اقلك. الظاهر يعني الناس اللي بمدينة بغداد ينظرون لذول الكائنات الفضائية باستغراب، فاجاهم هذا الرجال اللي قالهم انا مختار المحلة بذاك الوقت. فقالهم ليش تبقون بالشارع؟ لازم تجون، احنا نضيفكم ببيوتنا. فقالهم المختار تعالوا لبيتي وانا اشوف لكم البنزين. وتعرفون ماكو كان بنزين قبل، يعني استغربوا انه يقولون وقود او بنزين. فقالهم المختار تعالوا وياي للبيت واحنا ندبر لكم البنزين، وحتى تاكلون وتشبعون وبعدين ترجعون لأهلكم. ارتاحوا هنا وحللوا والصباح رباح. اشوف شلون ندبر البنزين هذا، مبين عليكم التعب. يلا انا اروح اصلي صلاة المغرب فيما الله. هاي الغرفة بيها رطوبة، الجهاز يقول مو أنا، وبيها كائنات صغيرة تمشي بالقاع. ممكن توضح شنو هاي انا ما انام بهاي الغرفة، خاف تجيني كائنات بشرية. يا معود طلعنا. استاذ ابو الرحمن، هذا نمر، حتى الرسول وصى بيه. انتم بامان، لا تخافون، ناموا ناموا. فراحوا البيت المختار ودخلهم بالغرفة وقال لهم هاي الغرفة وارتاحوا بيها، واحنا نشوف طريقة شلون نحصل لكم بنزين. بس هم رجال الفضاء ظلوا مستغربين للوضعية والغرفة، شافوا بيها نمل وحشرات، فظلوا يحجون يقولون للرجال هاي شنو، لان هم ما يعرفون هاي الاشياء وخافوا على نفسهم من التلوث. فقالهم الرجال لا تخافون، هذه اشياء طبيعية ومن خلقة رب العالمين. انتم ارتاحوا بالغرفة وراح نجيب لكم الطعام وان شاء الله ترتاحون. هلا يما، صباح الخير. هاي شنو بيدك؟ قراعة لو حياتية مال المدرسة؟ وهاي شنو الطوبة اللي بروسكم؟ كما تختنقون قطيعة عبالك الصقول مالتنا. هذا الكائن الغريب الوراك
شو اسمه حجية؟ ومنين مصنوع؟ من الإلكترونات؟ خالة هاي معجنات شني، هاي هايشة تنطي حليبة وندبلها التبن وتعطينا سرجين وقود للغموس. زين خالة، هاي هم تطير لو بس بالقاع؟ زين عندكم كتالوج مالتها تشتغل باتري لو شحن لو الاثنين سوا؟ لا خالة، تشتغل على الحشيش ومرات على التبن، مرات يعني. كل المعلومات دزيتها للمحطة الفضائية يسوون تحليل إلها كاشي باشي. مثل ما تشوفون هم قعدوا الصبح وراحوا شافوا المرية يم الأبقار اللي يسمونها بالعراق الهوايش، فظلوا يسألون على هذا الكائن الغريب. ما شايفين هم هايشة أو بقرة أو كلب أجلكم الله. فظلوا يسألون المرية، يقولوا لها هاي شنو الكائن، شلون مصنوع، شنو الكتالوج مالته. هم يظنون انه هذا مصنوع الكترونيا، بس هو بالحقيقة هو خلقة رب العالمين سبحان الله. فخلنا نشوف ايش راح يصير وياهم. حجي فهمنا هذا الأكل العجيب شنو، لأن احنا نخاف من الأكل بس نشرب حبوب. هذا قوزي، مدوا ايديكم قولوا بسم الله. قوزي شنو عمي قوزي؟ قوزي عالتمن يا معود، مدوا ايديكم يلا. وبالفعل ظلوا ياكلون بس مستغربين على نوع الطعام لانهم ما شايفين هذا الاكل. تعرفون انه رجال الفضاء يعتمدون بالطعام على الاشياء الجافة او الكبسولات اللي بيها مواد غذائية. فظلوا مستغربين ويسألون الرجال اللي هو المختار، يقولوا له شنو هذا الطعام، هذا شنو الرز، شنو هذا القوزي. فمستغربين للحالة وظلوا يحللون الطعام بالأجهزة مالتهم اللي وياهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس ولك انت زعبور شو تسوي؟ شو تسجل؟ هاي بنت تقرا قرآن كتاب الله، هذا اقعد راح ابو البتوك. حج على كيفك على كيفك. ايش سويت انا؟ بس دا اسجل المعلومات وارسلها للمنظمة عن هذا القرآن وشنو اللغة المكتوب بيها، وهل هو نوع من السحر. يا عمي خلينا نشتغل، والعباس صارت بلا ملح. ولك هاي يا محطة ترسل لها المعلومات. ليش انتم مسلمين لو شنو؟ ليش الاسلام ما واصل لكم؟ اظنكم مشركين. ها ولك احكي ابو السيته فيته، شنو فيلمكم انتم من يامل؟ احكي. بهاي الحالة رجال الفضاء شافوا البنية بنت الرجال تقرأ قرآن قاعدة بالخيمة، فاستغربوا لهذا الكلام، أول مرة يسمعونه. شنو هذا القرآن؟ شنو هذا؟ هل هو كتاب سحر أم ماذا؟ فهم يعتمدون على التكنولوجيا. مثل ما تعرفون رجال الفضاء متطورين، فيعتمدون كله على الالكترونات وعلى التطور. فاستغرفوا لهاي الحالة، فارادوا يوثقون الكتاب حتى ياخذوه وياهم للمحطة الفضائية ويعرضون على الخبراء هناك. لك خل نفلت من هاي المدينة، شو أطباعهم غريبة وعندهم كتاب عجيب. المحطة الفضائية تقول فلتوا بسرعة قبل لا ياخذونكم رهائن يا معود. اي مو قلت لك انا ما مرتاح منهم، بس انت ابو درب عجبتك البنية بتهم، عبالك انا مطي وما افتهم. اسكت اسكت ابو راس، لا يجونا بالتواسي. خل نفلت يا معود، يلا اسكت. هذا رجل الفضاء وصديقه القصير من شافوا هاي الأشياء بهاي المدينة الغريبة مدينة بغداد، وتحديدا يم رجال المختار، من شافوا القرآن وشافوا الهايشة
وشافوا الوضع ما يطمن، فقال له صديقه خل نفلت يا معود، هذول خافوا انه بيقتلونا، خافوا ياخذونا يسوون رهائن، فشلون نخلص من هاي السالفة؟ هذا شعب متطور، هاي مدينة متطورة، مو مثلنا يعني احنا نتعامل ويا الالكترونات. فظلوا بس يريدون يحصلون على البنزين ويطيرون بالصحن الى ابعد حد. حجي احنا سوينا زحمة عليكم ولازم نروح هسه، تبيعونا هذا الكائن العجيب حتى ناخذه ويانا هدية الرئيس المحطة الفضائية. عمي هذا اسمه مطي وعايز صار له سنين ويانا، صار مثل واحد من ولدي وعزيز علي وما اقدر ابيعه. تعذرني عمي، ليش ما عندكم مطايا يمكم ابد كلش؟ ودعتك ما عدنا، اول مرة اشوفهم، هذا صنعهم متطور اكثر من عدنا. عمي هذا الصنعهم خالق الأرض والسماء، هذا رب العالمين سبحان الله على كل شيء قدير. ومثل ما تشوفون رجال الفضاء عجبهم الحمار، أرادوا ياخذوه بكل طريقة من الرجال، قالوا له ننطيك شو تريد، تريد مال ننطيك أشياء يعني ثمينة عندنا بالمحطة. فما قبل الرجال المختار، قال لهم هذا أنا مربيه وهذا صاير مثل واحد من أولادي. فظلوا مستغربين، قالوا له زين انطينا الطريقة مالته شلون انصنعت. فقال لهم سبحان الله، هذا رب العالمين هو اللي خلقه وخلقنا وخلقكم وخلق كل شيء. سبحان الله. أتمنى أن تعجبكم القصة، وأتمنى أن تسوون لايك للفيديو وتدعموني. شكرا لكم يا حبايبي، مع السلامة.